بسم الله الرحمن الرحيم. في يوم الجمعة المباركة، جمعة الخير والبركة لأمة الإيمان والإسلام ولكل المصريين والوطن العربي بإذن الله تعالى، أتكلم في موضوع بسيط ولن أطيل، للنصح والإرشاد لوضع بسيط هادئ فيه الخير لمصر، وليس تدخلا في أمور الدولة الاقتصادية أو الرئاسية بقيادة الحكيم العظيم قائد البلاد عبد الفتاح السيسي، الذي يعمل من أجل مصر استراتيجيا وأمنيا حدوديا وتطويريا وكل كافة أمور الدولة. لقد قمنا بالتعويم في 2016، وكان قرارا لا بأس به، ولكنه فكر رؤى لما كان يقودون الحركة الاقتصادية منذ طارق عامر على ما أعتقد، وأتى آخرون حتى وصل إلى رئيس الجهاز المركزي الحالي. وطبيعيا أن يكون هناك تغييرا واستثمارا وتقدما ومشروعات قومية عظيمة قام بها عبد الفتاح السيسي رئيس البلاد كقائد من الجيش المصري والمجلس العسكري المكون الذي اختاره ودعمه، وكذلك الشعب المصري الذي قام بتفويضه في 2013 وامتلاكه لزمام الأمر. كل هذه الأشياء جعلتنا في مرحلة متوازنة مناسبة لا بأس بها. وصلنا إلى مرحلة من التعويم نراها جميعا على أرض الواقع. أما أنني أتكلم عن هذا الأمر أن الأمر القادم ويوجد اتفاقية قادمة قريبا ظهرت على شبكة تويتر بأن التعويم القادم سوف يكون تعويما كاملا للجنيه المصري. ومعنى تعويم الكامل للجنيه المصري أي أننا دخلنا إلى مرحلة مهمة وحاسمة، وهو عملية الإغراق الكامل لسياسات التعويم منذ 2016. وهذا يعتبر من الأشياء التي مصيرية في تاريخ الشعوب عامة، ولكنها ليست مخيفة إذا كان هناك استثمارا وتصديرا وعملا وإنتاجا وكل هذه الأشياء. ربما في المرحلة القادمة تحدث بالاستثمارات العربية في جمهورية مصر العربية من السعودية والإمارات وكل الدول. ولكن المسألة لا يستوعبها المصريين، وقد تكون لها تبعات ثقيلة وبسيطة بعض الشيء. لذا لازم أننا نقوم بالتعاملاتية الهادئة المباشرة البسيطة، بأن احنا بنناشد كافة قطاعات الدولة والمؤسسات العامة في مصر الالتزام بالحكمة، وعلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة مشكورا والسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الاجتماع للمرة الأخيرة قبل التعويم حتى إصدار القرار بالتعويم أم لا. وهذا ليس تدخلا في شؤون الحكم التي يديرها عبد الفتاح السيسي قائد البلاد رئيس الدولة الذي أبقينا له كل احترام وتقدير، لأنه استراتيجي أمني مخابراتي استطاع أن يحافظ على البلاد من الضغط العسكري من إسرائيل في وقت ضرب غزة الآن. أشكركم. مع تحياتي عادل مظلوم، وزارة الصحة والآثار.